القصة بتبدأ من 17 سنة على جزيرة اسمها سانت هوبر، واللي كان فيها مختبر سري بيشتغل على تعديل الجينات الخاصة بالديناصورات. وفي يوم شغل عادي بنشوف واحد من العلماء داخل للمعمل وزميلته بتفتح له الباب، لكن أول ما بيعدي للباب الداخلي بيحصل عطل وما بيتقفلش، وساعتها بيشتغل الإنذار ويبدأ كل اللي في المختبر يهرب بسرعة. للأسف الباب بيقفل على واحد منهم وبيفضل يصرخ لزميلته علشان تفتح له الباب، لكنها بتقف مذهولة مكانها، وبيظهر ديناصور ضخم ورا زميلها وهو بيستنجد بيها، لكنها بتكون خايفة وبتعتذر له، والديناصور في اللحظة دي بياكله. نروح للوقت الحاضر بعد مرور 32 سنة على رجوع الديناصورات للحياة، والديناصورات بقت عايشة في مجموعة جزر عند خط الاستواء، والحكومة منع تماما إن أي حد يقرب من هناك. بنشوف كريبس وهو قاعد في عربيته وسط الزحمة ومعاه ورد، ونعرف إنه صاحب شركة أدوية وبيخطط لمهمة سرية للجزر دي علشان يجمع عينات دم من الديناصورات علشان شركته تقدر تطور دواء قوي جدا. بيقابل زورا اللي كانت من العمليات الخاصة وبيحاول يقنعها تروح معاه، لكنها مش مهتمة أبدا بالمهمة، وبتنزل من العربية تمشي، فينزل وراها ويحاول يلميها بالكلام ويقول لها إن المكافأة فيها 7 أصفار وتعيش غنية طول عمرها. وساعتها زورا بتوافق فورا. بيروحوا لمتحف الديناصورات يقابلوا هنري الخبير في الديناصورات، واللي كان عارف عن المهمة من قبل كده، وبيشرح لزورا إنهم هيجمعوا 3 عينات من 3 أنواع: ديناصورات بحرية، أكل نباتات، ديناصورات بتطير، والعينات هتخليهم يطوروا الدواء الجديد. وعلشان الموضوع سري، كريبس مش عايز لا جيش ولا حراسة، وهنري بيبقى متردد، لكن زورا بتقنعه إنها مغامرة عمره، فبيوافق. بعد كده بيروحوا لدانكن اللي المفروض يكون رابع الفريق، ورغم إنه كان موافق قبل كده بيرفض وبيقول المهمة خطر على حياتهم. زورا تستفزه وتقول له لو خايف يبقى هي اللي هتأمن الفريق بداله، فيوافق بشرط إنهم يستخدموا القارب بتاعه، ومعاهم مساعده بوبي علشان التأمين، وكريبس بيوافق على طول. يتجمع الفريق ويركبوا القارب وسط المحيط، ومعاهم القبطان ومساعدته نينا. كريبس بيشرح إنهم رايحين ناحية الجزر عند خط الاستواء، وبوبي يوريهم أسلحة عليها سموم عصبية تحسبا لو الديناصورات هجمتهم، لكن هنري يعترض لأنهم مش جايين يقتلوا. في نفس الوقت بنشوف قارب تاني في المحيط عليه عيلة بتعمل رحلة بحرية: الأب روبن وبنته الصغيرة إليزا والبنت الكبيرة تريزا ومعاها حبيبها خفير. وفجأة بيظهر ديناصور بحري ضخم ويصطدم بالقارب ويقلبه، والعيلة تقعد فوق القارب المقلوب وتبعت رسالة استغاثة. تاني يوم فريق كريبس يسمع النداء بالراديو. زورا صمم يروحوا ينقذوهم، وفعلا دانكون بياخد القرار ويتجه ناحيتهم رغم اعتراض كريبس. العيلة تفرح لما تشوف القارب جاي ينقذهم، ولما يعرفوا منهم إن اللي قلب قاربهم ديناصور بحري، الفريق يشوف إن ده توقيت ممتاز ياخدوا منه أول عينة. زورا جاهز الحقنة وتفشل في المحاولة الأولى. هنري يديها حقنة التانية، وفعلا تصيب الديناصور وتجمع العينة الأولى وينبسطوا جدا. بعدها هنري يحذر زورا إن الشركة ممكن تستخدم الدول للأغنياء بس، لكن زورا مش فارق معاها وعايزة المهمة تخلص وتقبض. بعدها بيظهر قطيع من ديناصورات بحرية تانية حوالين القارب، وبوبي يفتح عليهم نار بدون داعي، فيهجم عليه واحد منهم ويخطفوا للمياه ويموتوا. دانكون يسرع القارب ناحية الصخور، والقارب يكاد يتحطم. تريزا تحاول تبعت رسالة استغاثة، لكن كريبس يمنعها وبتقع في المياه. خفير ينط وراها ينقذها، ثم روبن ينط ومعاه إليزا والباقي ينطوا قبل ما القارب يتدمر. دانكن يقدر يوصل بالقارب لحد الشاطئ. في نفس الوقت كريبس يعوم ويوصل للجزيرة، وزورا وهنري كمان ينجوا ويطلعوا للشاطئ، لكن نينا مساعد القبطان يهجم عليها ديناصور ويأكلها قدام دانكن اللي يبقى منهار. أما عيلة روبن فبتدخل مغارة في الجزيرة وبتشوف منظر طبيعي جميل. كريبس يقول للفريق إن الجزيرة اسمها سانت هوبر وكان عليها مختبر سري بيعدل جينات الديناصورات، لكن لما التجربة خرجت عن السيطرة الحكومة انسحبت وثبت الجزيرة للديناصورات. الكل يتعصب على كريبس لأنه خبى الحقيقة، لكن زورا تصمم يكملوا المهمة علشان المكافأة وتتحرك تجمع العينتين اللي فاضلين. وهما ماشيين على الجزيرة بيلاقوا ديناصورات ضخمة أكلت نباتات، فزورا تجهز الحقنة، وهنري يلمس رجل الديناصور منبهر بيه لأنه أول مرة يشوف حقيقي.
وتجمع زورا العينة التانية بنجاح، ويفضل آخر نوع اللي بيطير. في الناحية التانية، عيلة روبن تريزا تشوف قارب متعطل، تروح تدور جواه وتلاقي قارب مطاطي، تطلعه، لكن وهي بتفتحه يصدر صوت ويختفي الديناصور اللي كان نايم، وبعدين يظهر فجأة يشرب مية، فتتحرك بالقارب ومعاها العيلة، لكن الديناصور يلحقهم ويقلب القارب، وبتموت أعصابهم على إليزا لأنها اختفت، لكن يلاقوها تحت القارب وتقدر تفلت منه، ويهربوا كلهم من الديناصور ويرجع لهم القارب المطاطي. فريق زورا يطلع مكان عالي علشان يصيدوا الديناصور الطائر، ويستخدموا حبل علشان ينزلوا لوكرا. هنري ياخد عينة من بيضة في العش، لكن الديناصور يوصل ويحاول يهاجمهم. القبطان اللي على الأرض يعمل صوت عالي يجذب انتباه الديناصور، وبيطلب من دانكن وكريبس يسحبوه بسرعة، لكن الحبل يشد هنري ويوقعه في المياه. لحسن حظه بيطلع سليم. يجمعوا العينة الثالثة ويحطوها في الشنطة ويكملوا تتحرك. عيلة روبن في الوقت ده تركب القارب المطاطي وتتحرك في المياه الضحلة لحد ما يوصلوا المختبر، وصدفة الفريق يوصل نفس المنطقة. زورا تلاحظ آثار أقدامه وتنادي عليهم، وكريبس يرفض يضيع وقت، لكن زورا تصمم وبتلاقي العيلة. تريزا تواجه كريبس وتقول إنه حاول يقتلها، لكنه ينكر ويمسك شنطة العينات ويقول هيستنوا الهليكوبتر. فجأة المولد الكهربائي يشتغل والمكان ينور، ويبدأوا يشوفوا ديناصورات بتظهر، فيجروا يستخبوا. عيلة روبن تدخل سوبر ماركت مهجور، وهنري ودانكن يدخلوا المختبر القديم ويقفلوا الباب. ديناصور يدخل السوبر ماركت من أنابيب التدفئة، فالعيلة تنزل تحت من خلال مصرف مية لان تحت المختبر في أنفاق. دانكن في المختبر يكتشف الأنفاق دي بتوصل لقارب طوارئ على الشاطئ، يطلب من هنري يجذب الطيارة بالإشارة وهو ينزل يدور على العيلة، لكن الهليكوبتر وهي بتنزل يهجم عليها ديناصور ويكسرها، والطيارة دي تتحطم قدامهم. دانكن يسمع صوت العيلة تحت، يخلي هنري ينزل ويستخبوا من الديناصور. في الوقت ده كريبس ياخد عربية ويهرب لوحده، لكن زورا تلاحظه وبتستخبى، وتسمع صوت العيلة تحت الأرض، وتنزل الأنفاق ووراه ديناصور، وتضرب عليه نار وتصيب منه وتنقذ العيلة. يجروا ناحية بوابة الخروج، لكن البوابة مقفولة. إليزا البنت الصغيرة تقدر تعدي من بين الحديد علشان جسمها صغير وتفتح لهم. وقتها يوصل كريبس بالعربية، لكنه يقابل ديناصور وجه لوجه يهجم عليه وياكله. زورا تاخد شنطة العينات وتجري بالعيلة والفريق ناحية قارب الهروب، لكن الديناصور يشوف إليزا. دانكن يطلع شعلة نار يجذب بيها الديناصور ويجري ناحية البحر علشان يبعدوا عنهم، ويقدر يضحي بنفسه وينط في البحر ويخليها يلاحقوا، وبكده يديهم فرصة يركبوا القارب ويشغلوه قبل ما الديناصور يلحقهم. زورا تكون حزينة لأنها افتكرت دانكن مات وهو بيضحي عشانهم، لكنه فجأة يضرب شعلة نار في السماء، فيفهموا إنه لسه عايش في البحر، ويرجعوا ياخدوه في القارب. وأخيرا وهم بيبعدوا عن الجزيرة، هنري يسأل زورا هنسلم العينات دي لمين؟ فتقرر إنها مش هتديها لشركة خاصة زي شركة كريبس، لكن هتديها للناس كلها علشان الدواء يكون للإنسانية كلها. وهم في الطريق يشوفوا سرب دلافين بيسبح جنب القارب، فيفرحوا إنهم نجوا ويحسوا بالرضا من قرارهم ويكملوا طريقهم في أمان. ما تنساش اللايك والاشتراك، واستناني في ملخصات تانية على ريكاب تريكس.